ذكريني، لماذا أنا هنا؟ إنها حفلة شركتي، بالطبع ستأتي، كما أنني أريد أن أعرفك على شخص. إنه هناك. من؟ لنراه. كان يمكنك أن تسرحي شعرك يا شعري بريا. جيد، ليس هنالك مشكلة فيه أبداً. ولم تضعي أحمر الشفاه؟ خذي ضعي من هذا. تعرفين أنني لا أضع لوناً أبداً. لماذا تهتمين بي اليوم؟ أمي توقفي، لن أضعه. حسناً، تعالي، أريد أن أعرفك على شخص. لا تقولي أنك ستعرفيني عليه من أجل الزواج أمي. أخبرتك أنني لا أريد ذلك. ولماذا؟ أنا عندما كنت في عمرك كنت حاملاً بك. مرحباً. انظري، أليس وسيماً؟ وهو أعزب أيضاً، وأفضل ما في الأمر أن راتبه عال وب6 أصفار. بالطبع أنا أعرف ذلك لأنني مسؤولة عن حسابات المصرف. أوه يا إلهي، هذا ليس مغرياً أبداً أمي. اسمعي، لا يهمني أبداً كم يجني من المال. حالما أطلق مشروعي سأجني مالاً أكثر منه بكثير. هيا توقفي بريا. أردت التمثيل في البداية والآن أردت تصميم التطبيقات. أنت تحتاجين لأساس قوي، والطريقة الأفضل لهذا هي أن تتزوجي بشخص جيد مادياً. واو، أنا سأذهب. ولكن لا، عفواً، أهلاً من الجيد وسهلاً. رؤيتك. سررنا برؤيتك أيضاً، وتذكر عليك أن تناديني خالتي، ابنتي بريا التي أخبرتك عنها. مرحباً، سعيد بلقائك. أمك تتحدث عنك كثيراً. أوه، حقاً؟ أرجن هو من يدير المجمع الهندسي لدينا. لا بد أن والديك فخوران بك. أجل، قالا إنني سأصبح طبيباً أو مهندساً أو فاشلاً، ولكن لا أستطيع رؤية الدم، لذا كان خياري الوحيد. أنت رائع، استمعت إلى والديك، وبريا أيضاً تستمع إلي دائماً، أليس كذلك؟ أجل. سمعت عن فسخ خطوبتك، هذا خبر مؤسف. شكراً، هذا أفضل في الواقع، ولكن الأسوأ هو أنه ما من أحد ليطبخ لي في ليس المنزل. لديك أحد يطبخ لك؟ لا. هذا حقاً شيء سيء جداً. ولكن يمكنك أن تأتي إلى منزلنا، إن بريا طباخة رائعة وتعد أفضل دوسس. حقاً؟ أحب الدوسس. أمي، أنا ما رأيك لا أن تأتي في الغد؟ يمكنك أن تأتي في 7. هل أنت متأكدة؟ لا أريد التطفل. هذا ليس تطفلاً، أنا خالتك، أنت مرحب بك في أي وقت. حسناً، إذن هذا يبدو رائعاً في الواقع وأرغب بذلك. لما أخبرته أنني أعرف كيف أطهو وأنا بالكاد أستطيع صنع بيضة؟ الزوجة يجب أن تتعلم الطبخ، وإلا كيف سيأكل زوجها؟ لا أعرف، ربما يجب أن يطبخ بنفسه أو لزوجته حتى. لا تكوني سخيفة، لدي الكثير من الوقت وسوف أعلمك قبل الزفاف. ماذا؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ أنا أعرفه بالكاد. هل تعرفين كم من الوقت عرفت والدك؟ 2 فقط قبل الزواج. نحن لسنا في الهند أمي. أنا لا أريد المواعدة، فما بالك بالزواج؟ أركز الآن على إطلاق تطبيقي الجديد. بريا، إن استمعت إلي فليس عليك فعل أي شيء من هذا. أرجن يجني من المال ما يكفي لكليكما. أتظنين أن هذا ما أريده؟ رجل يعطيني المال؟ لا، أريد النجاح بنفسي وليس الاعتماد على غيري. ها قد أتى. إياك أن تتحدثي عن هذا الشيء أمامه. حسناً، وارتدي هذه. أوه لا، لماذا؟ أهلاً. أوه، مرحباً. تفضل. أحضرت هذه لك. أوه، شكراً بني، شكراً. تفضل بالدخول. لقد انتهت بريا للتو. هذا جميل. مرحباً. أهلاً. هيا، تفضل بالجلوس. شكراً. هيا اجلس واستعد لتذوق أفضل دوسس في حياتك. لا أستطيع الانتظار. لا تجعل أمي تخدعك أبداً، فأنا لا أستطيع فعل هذا أبداً. بصراحة هذا ما ظننته. ربما هي لم تحضر كل شيء، ولكنها ساعدتني كثيراً. تفضل. هذا يبدو رائعاً. لحظة واحدة. الصلصة.
شكراً. إذن أخبريني عن نفسك يا بريا، ماذا تحبين؟ اسمع، بصراحة أنا مملة جداً. أنا مهتمة ببناء تطبيقي الجديد فقط. حقاً؟ تطبيق؟ واو. أجل، إنه مشروعي الجديد وأريد أن... بريا عزيزتي، لا داعي للتحدث عن هذا. أنا أخبرها دائماً أن هناك أشياء أهم في الحياة، كإنشاء الأسرة. حين يصبح لديها أولاد لن يكون لديها وقت لهذه الأشياء. ولكن العمل مهم جداً أمي. ولكن ليس بقدر الزواج يا ابنتي. ما رأيك؟ أظن أن السعادة هي الأكثر أهمية، صحيح؟ سواء كانت عائلة أو عمل. أرأيت؟ بناء تطبيق سخيف ليس عملاً. قد يكون عملاً. بريا عزيزتي، إنك تحرجينني أمام ضيفنا. لا أبداً، أحب أن تخبريني المزيد حول فكرتك. حقاً؟ أجل، أخبريني تفاصيل أكثر. حسناً، إنه تطبيق لتوصيل النساء فقط، وهو ليكون التنقل آمناً لهن، وقد سميته سيف هير. هذا مذهل. لدي صديق قديم يعمل في مجال التطبيقات إن كنت مهتمة. هل تواصلت مع بعض المنصات؟ بصراحة ليس بعد، ولكنني أعمل على تصميمه حتى الآن، وسأقوم بجعله... من الوقاحة أن تتحدثي كثيراً عن نفسك. هيا لنتحدث عن ضيفنا أرجن. لا تقلقي بشأني، أنا من سألها. لما لا تحاولين دعمي أمي؟ دعوت هذا الشاب اللطيف إلى العشاء، وكل ما يهمك الحديث عنه هو التطبيق السخيف. كيف أدعمك بهذا؟ تطبيق سخيف؟ أنت تعرفين كم هو مهم لي أمي. أنت لم تسمحي لأرجن بالأكل حتى الآن، سيبرد الطعام. توقفي عن الحديث، لنتحدث لاحقاً بهذه الأمور. دائماً تمنعينني من قول أي شيء أو فعل أي شيء أمي. لماذا؟ إياك أن تتحدثي هكذا معي. الفتاة التقليدية لا ترد في وجه أحد، تسمع ولا تتحدث. حقاً أمي؟ أنا لست الفتاة التقليدية التي تريدين أن تكوني أمها. بريا، إلى أين تذهبين؟ أنا آسفة، لا أعرف ما خطبها. ليست هكذا. بس. تناول طعامك وسأعود حالاً. شكراً. لما ذهبت هكذا؟ أنت تتصرفين بسوء. ماذا؟ لا أريد إثارة إعجاب أحد، أريد أن أكون نفسي فقط، وأكره كونك تريدينني أن أكون نسخة منك. هذا لأنني أعرف ما هو الشيء الأفضل لك يا بريا. بعد موت والدك تعرفين كيف أصبح الوضع صعباً علينا. أنا أعمل طوال الوقت وكل يوم، وبالكاد نعيش في هذا المكان. لا أريدك أن تكوني هكذا. إذن يجب أن تعلميني ألا أتكل على رجل أبداً، وأن أحقق أحلامي بنفسي أمي. لا تتحقق الأحلام دائماً يا بريا، ثقي بي. ولكن إن تزوجته فليس علي القلق عليك أبداً، وحتى أنني لن أخاف على مستقبلك. حياتك ستكون سهلة. أرجوك عودي إلى الخارج. آسفة، ولكنني لا أستطيع مغازلة شخص لست مهتمة به. أنا لا أريد ماله أبداً، أريد أن أركز فقط على نفسي وعلى مشروعي. بريا، ولكن أمي، توقفي عن التدخل بي. أنت الآن ترتكبين خطأ كبيراً يا بريا، ويوماً ما سوف تدركين هذا. سنرى ذلك. بريا حزينة لأن والدتها لا تؤمن بها، لكنها في الوقت نفسه تعلم أن عليها أن تتبع أحلامها. تقضي الكثير من ساعات العمل، بدءاً من رسم جميع مفاهيم التصميم الخاصة بها يدوياً. بمرور الوقت علمت نفسها كيفية البرمجة، بل إنها أصبحت قادرة على ابتكار تطبيق تجريبي لها. بدأت في طرح مفهومها على مستثمرين مختلفين. في البداية كانت متحمسة جداً للتحدث عن تطبيقها، لكن هذه الإثارة تتلاشى بسرعة عندما تقابل بالرفض مراراً وتكراراً.
تكاد تشعر وكأنها تستسلم إلى أن تقابل شخصاً يقول لها نعم في النهاية. بالطبع لم يضر أن لديها المقدمة الصحيحة. مر عامان واتضح أن فكرة بريا الصغيرة السخيفة نجحت. أعمالها مزدهرة وأصبحت مديرة تنفيذية ناجحة حقاً. وبعد ذات يوم تأتي والدة بريا لتقوم بزيارتها في مكانها الجديد. أهلاً مرحباً أمي. بريا. تفضلي. شكراً. واو، بيتك الجديد رائع. ليس سيئاً، أليس كذلك؟ أبداً على الإطلاق. تفضلي. شكراً. أوه، يا للروعة، لقد تعلمت طبخ الدوسس، لا أصدق هذا. أنا لم أطبخها أبداً أمي. إذن من طبخها؟ مرحبا، كيف حالك؟ أرجن؟ ماذا تفعل هنا؟ حسناً، بريا وأنا نحن نتواعد، ولكن لا تتحمسي، فنحن لسنا في عجلة من أمرنا أبداً. يا للروعة، هذا الأمر يسعدني كثيراً. كنت أتساءل كيف تعيشين هنا، ولكن الأمر أصبح واضحاً بالنسبة إلي. اطمأن قلبي الآن. أوه، هذا المكان ليس لي، إنه لبريا. أوه، حقاً؟ أجل، أنا أعد الدسس فحسب. ليست مثل خاصتك، ولكن جربيها. أنت صنعتها؟ ولكن ألا يجب أن تصنعها بريا؟ حسناً، في الواقع بريا تتحمل المصاريف وأنا أعتني بكل شيء آخر. هذا أفضل لأن بريا ناجحة أكثر مني. ما هذا؟ أوه، أنا لا أصدق هذا. ليس سيئاً بالنسبة لفكرة صغيرة، أليس كذلك أمي؟ أنا فخورة بك. أرجن؟ نعم. دعنا الآن نتذوق الدوسس التي صنعتها. هيا. عزيزتي،